صباح الفل. النهارده جيت لعبت تنس بحماس وكل حاجه، لعبت زي الزفت، وحش جدا جدا جدا، مفيش ولا كوره عادي. كنتش قادر اجري، ما جريتش تقريبا خالص. من حقك. انتوا عارفين ان دايما بحب اللي هو الجهاد والكفاح، وتجري وتبذل مجهود 150% وكل حاجه تعملها بذمه شديده وكده، بس انت انسان، احنا بشر، من حقك جدا جدا انك تقع. حقك في بعض الاوقات تفصل تماما، حتى الثلاجه بتفصل. حقك في بعض الاوقات تقول مش عايز، مش لاعب خالص. مش هتعمل كده كل يوم، العادي بتاعنا ان احنا بنكافح ونطلع كل ما عندنا، والسعي والمجهود ونعمل اللي علينا وكل حاجه، بس في اوقات ممكن اطلع 1000 عذر. راجع من سفر طويل والجات لاج، فرق التوقيت ما بين هنا وهنا 6 ساعات، ما بنامش خالص تقريبا، ورجعت كعب داير التجمع والعاصمه الاداريه ومش عارف ايه وبهدله وحاجات كتيره مش ماشيه، في حاجات ملخبطه على اعصابي. مفيش اعذار، مش لازم تطلع اعذارك. في بعض الاوقات من حقك تماما انك تقع كده تقول مش عايز، مش لاعب، وتصالح مع نفسك مهما الدنيا مش مظبطه. على فكره ان انسان من حقك تخسر ساعات، وتخسر بدون اسباب خالص، وتخسر الماتش مش عشان اللي قدامك احسن منك، عشان انت وحش عادي جدا جدا جدا، ولا في اعذار خارجيه، ولا في مؤامره ضدك، ولا الدنيا وحشه، ولا اصل وبس. عادي انك تقع، بس هتقوم تاني، تتقبل. واجمل حاجه بتريحنا كلنا في الحياه ان احنا نتقبل نفسنا زي ما احنا. انت جميل كما خلقك الله. هتقع في اوقات، هتقوم عادي جدا. عايز اقول له كان بيلعب جنبي 4 ناس زي الفل وبيلعبوا حلو جدا. في العادي اقول انا عايز اشد وابقى شكلي كويس. شكلي كويس قدام مين؟ مش انا قدام نفسي. انا بعمل اللي عليا، وفي بعض الاوقات من حقي اتدلع. من حقك تتدلع، بس تقوم بعديها تحط كل ما عندك. صباح الفل والجمال، يوم حلو على بلدنا دي كلها، وعلى الناس اللي بتشتغل. امبارح كنت في كليه الهندسه، شفت ناس جميله جدا وغلابه جدا وطيبين جدا ومحترمين جدا واذكياء جدا، منتجين من غير دوشه ولا اي حاجه، ومن غير ما يتضايق ولا يندب حظ ولا اي حاجه. الدنيا حلوه بينا ان شاء الله. صباح الفل والجمال. خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب.